في حد سألني على الانستجرام نفسي اروح قمة المليار متابع وابقى صانعة محتوى، اعمل ايه؟ انا رحت الثلاث سنين اللي فاتوا والسنة دي كمان وحضرت الثلاث ايام كاملين، فخليني اقول لكم ايه الحاجات اللي انا استفدتها كأنكم حضرتم بالظبط. بس في البداية عايز اجاوب على ازاي نحضر الايفنت. هو الايفنت كان فيه تيكتس تقريبا في البداية كانت ب 250 درهم، بعدين زادت ل 750، بس لو حد كان حجز في الاول كان يقدر يروح. وفي ناس كتيره جات لها انفيتيشنز سواء من الايفنت او سواء من الشركات اللي جوه، وانا كنت من ضمن الناس اللي جات لي انفيتيشن. اول حاجه استفدتها ان الناس اللي ناجحه على السوشيال ميديا هي ما جاتش بالحظ، هي جت بدراسه، جت بان هم عينوا تيم كبير، جت بان هم عملوا ريسيرش قوي جدا، وجت من ان هم عينوا الناس الصح معاهم في التيم. في ناس كتيره بتعين الناس اللي قريبه منها زي اهلها او صحابها عشان هم بيثقوا فيهم، فبيشوفوا ان هم اكتر ناس هيكونوا قلبهم على البيزنس بتاعهم، او لو هم ما عندهمش بيزنس بس بيصوروا فيديوز فبيبقوا شايفين ان دول برضو اكتر ناس هيكون قلبهم على الكونتنت وعلى الفيديوز ان هم يطلعوها باحسن طريقه ممكنه. تاني حاجه اتعلمتها ان كل الناس دي عارفه ازاي تدير وقتها صح، ازاي تنظمه صح، ازاي تظبط مثلا السفريات بتاعتها مع التصوير مع الميتنج. واكتر حاجه استفدتها هي كونكشنز. انا بحضر الايفنتات دي عشان اتعرف على ناس، عشان حتى اقابل صحابي اللي انا بقالي كتير جدا ما شفتهمش، عشان اشوف الناس كمان برضو صحابي اللي هم بيكونوا مش عايشين هنا بس بيجوا مخصوص عشان الايفنت. فده بيبقى فرصه كويسه جدا للنتوركينج، تتعرفوا على ناس حتى مش لازم صحابكم اللي انتوا بقالكم كتير ما شفتهمش، على ناس جديده، على كونتنت كريتورز جداد. اتعلمت برضو ان الماركتنج احسن مليون مره من البرودكت. لو البرودكت ده حلو جدا او السيرفيس اللي بتقدموها كويسه جدا وما عملتلهاش ماركتنج او ما صورتلهاش فيديوز او حتى صور، محدش هيشتريها ومحدش هيعرف عنها. وشفت ناس كتيره جدا عندها فولورز بملايين ومحدش بيقف معاها او بيتكلم معاها او بيتصور معاها، وناس عندها فولورز اقل بكتير وناس بتكلمها. وده لو دل على شيء فيدل ان الناس اذكياء، الناس عارفه ايه الحاجه اللي بتفيدهم. لو حد بيعمل كونتنت اي كلام محدش بيعبره لما بيشوفه على الحقيقه، فالاحسن لو حد ناوي ان هو يعمل كونتنت يصور حاجه مفيده، يشوف مثلا هو يقدر يضيف ايه او ايه الحاجه اللي شايفها ايدج عنده او ايه الحاجه اللي هو عارفها وباقي الناس مش عارفاه فيقدر يشير ده معاه. كان في توك بتتكلم على البيرسونال براندنج، ان لو محدش يعرفك محدش هيشتري منك، وكانت بتتكلم على قد ايه ده حاجه مهمه وقد ايه دي مثلا الحاجه اللي الناس هتعرفك بيها، وبعد كده لما يبقى عندك مثلا اعلان او تقدر تبيع حاجه يقدروا يشتروا منها. اتعلمت برضو ان انتوا لو خايفين من اي حاجه او عندكم مشاكل مش هيبقى انتوا بس، معظم الناس عندها نفس المشاكل، بس الفرق ان هم خدوا خطوه، بدأوا ان هم يعملوا حاجه، واجهوا الخوف بتاعهم ده ما هربوش منه. ومن اهم الحاجات برضو اللي اتعلمتها وان انا عايز اطبقها ان الواحد يشتغل بذكاء، ان مش الشطاره ان الواحد يشتغل اكتر، ممكن يشتغل قليل وبمجهود اقل بكتير بس في نفس الوقت عائد اكبر من اللي بيشتغل كتير. من اهم الحاجات برضو وهي الداتا اناليتكس، انه اي داتا او اي ارقام بتجيلكم بتقدروا تحللوها وتقدروا تدرسوها وتقدروا تشوفوا ايه التغيير اللي حصل مثلا في الحاجه اللي انتوا عملتوها وادت مثلا انه في ناس اشترت اكتر او في ناس تفاعلت اكتر، فتقدروا ان انتوا تطبقوها في الكونتنت او الفيديوهات التانية اللي انتوا هتعملوها. او حتى ده ممكن ينطبق على البيزنس، لو عملتوا برودكت ناجح مثلا مع ناس تشوفوا تدرسوا مثلا كام حد عمل اوردر، كام حد دخل على الويب سايت، الناس دي اعمارهم من كام لكام، فتقدروا تدرسوا ده وتفهموا اكتر كمان الجمهور بتاعكم. واخر واهم درس اتعلمته ان انتوا لازم يكونوا عندكم فيجن، لازم يبقى عندكم عارفين هتعملوا ايه في المستقبل، فتبداوا ان انتوا تخططوا، تبداوا ان انتوا ترتبوا حياتكم، تقدروا تحطوا بلانز وتمشوا عليها. حبيبه بتقول لي برده ما تتخدعوش بالمظاهر، انه في ناس ممكن تكون شخصيتها حلوه على السوشيال ميديا بس في الحقيقه بتبقى شخصيتها غير، او بتبقى شخصيتها وحشه يعني. واهم نصيحه لو انتوا عايزين تبداوا كونتنت، حاولوا تكونوا طبيعيين تلقائيين بطبيعتكم بشخصيتكم، ولكن ممكن بوينت صغيره ان انتوا تعملوا فلتريشن للكلام او وكمان ترتبوه، يعني شوفوا انتوا عايزين تقولوا ايه، تحطوا الكلام ده قدامكم، دي ينفع تتقال، دي ينفع تتقال بالطريقه كذا، دي ينفع اعمل لها مثلا فلتريشن، دي اقدر اشيلها، دي اقدر، دي مش هتفيد الناس فممكن مش هتفرق في حاجه فاعمل لها ديليت. فاهم حاجه ان انتوا تكونوا حقيقيين قدام نفسكم حتى وقدام الكاميرا. عارف الموضوع ممكن ياخد وقت طويل بس ببراكتس، انتوا تصوروا كتير، حتى لو هتصوروا مش هتنزلوا بس صوروا كتير، ده هيساعدكم ان انتوا شخصيتكم تبقى احسن، تقدروا تطلعوا شخصيتكم الحقيقيه على الكاميرا. وبس ده كان كل حاجه عن فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم بكره ان شاء الله.